مشاهدينا دلوقتي وصلنا لفقرة كلام نجوم، وكلام النجوم النهارده مع الفنان السوري باسم ياخور. الفنان السوري باسم ياخور يمكن كانت بدايته في مصر من خلال فيلم خليج نعمة مع الفنانة غادة عادل، وبدأ يتعرف عليه الجمهور بشكل أكبر. بعد كده قدم أول دراما تلفزيونية ليه في مصر من خلال مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، وبعد كده يمكن قدم برضو دور مميز في مسلسل حرب الجواسيس، وقدم أعمال كتير مميزة. هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا، بدأ حياته كمان ممثلا ومخرجا مسرحيا، وقدم في سوريا العديد من الأعمال التلفزيونية سواء كمؤلف وكممثل. طبعا كان لكاميرا استوديو دراما. اللقاء التالي مع النجم باسم ياخور، تعالوا مع بعض نشوف قال لنا ايه، ونكمل مرة تانية فقراتنا معاكم في استوديو دراما. والله في عدد من الأعمال أنا بعتبرها محطات مهمة فنيا بحياتي، منها صلاح الدين مثلا على الصعيد التاريخي، صقر قريش، خالد بن الوليد. منها أيضا على الصعيد الاجتماعي أعمال أنا عملتها بسوريا مهمة، تركت أثر وبصمة مهمة، مثل المفتاح. عملت عمل اسمه المفتاح، وعملت بقعة ضوء، سلسلة بقعة ضوء اللي كانت هي سلسلة سبوت لايت، كانوا سلسلة عمل اجتماعي ساخر كوميدي اللي استمر ل10 سنوات. وفي الكوميديا أيضا ضيعة ضايعة اللي عملناها، وعملت جو لطيف وحلو وكانت أفكارها مهمة. يعني في كثير أعمال أنا بوقف عندها، يعني لا أقف عند عمل بالتحديد، لأنه اليوم أنا صار لي 20 سنة بالمهنة وبالوسط الفني. اليوم في حالة تراكمية، يعني لا يوجد عندي عمل هو صنع باسم ياخور. اليوم باسم ياخور ممثل تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، درس التمثيل، اشتغل كوميدي واشتغل تاريخي واشتغل اجتماعي، وبعدين دخلت في الحالة المصرية أو في الفن وفي الحالة الفنية في مصر. فأنا مسيرتي الفنية هي ليست مسيرة جاءت هيك بعمل طلع أو نزل، اجت مسيرة تراكمية، عمل قدم لي في عمل قدم لي أكتر. فيعني وهذا أنا برأيي شيء صحي وجيد. في الأزمة السورية هي يعني عندنا نحن مشكلة في بلادنا العربية كلها، هو فكر الإلغاء. اليوم إذا أنا بختلف معك بالرأي فبصير بدي ألغيك، يا أما ألغيك جسديا بإني أنا أقتلك، يا أما ألغيك فكريا بإني أنا هددك أو سخف رأيك. اليوم نحن مشكلة، اليوم نحن مجتمعات بدها تلغي الآخر لمجرد أنه قال وجهة نظر لا تتطابق مع وجهة نظري أو تختلف معه. يا أخي فلنحتفظ بحق الاختلاف، فلأختلف عنك ولتختلف عني، ومع ذلك نحترم اختلافنا لبعض وما نقبل بعضنا فكريا بدون ما نهدد بعضنا أو نلغي بعضنا. اليوم في حالة من شوفه باحترام شديد، والحقيقة بحب اسمعه لأنه أنا بريد أني أتطور مهنيا، ومهما كان قاسي النقد لا مانع يعني من أنه يكون في فعلا نقد، بس نقد موضوعي منهجي، يعني نقد من ناس تفهم مهنة النقد بطريقة جيدة، ليس نقد بكلام عام يعني ما بيقدم شيء بمجرد أنه نحن نصف كلام. نقد بيكون فعلا وإن كان قاسي جدا، وإنما يكون فعلا ماسك زوايا صح بالعمل الفني. ما في شائعات تطلع عني، يعني شائعات والله ما بعرف شو تطلع عني شائعات، ما بتابع كثير امور الشائعات، ما بهتم فيها، ما وقفت على هالموضوع. اليوم في لقاءات صحفيه بالكامل تفبرك عن لسان نجوم وممثلين، بعضهم بكذبها وبعضهم ما بكذبها لانه صارت المساله يعني مستهلكه. ففي شيء معيب يعني اليوم مش بس بقى انه بيطلع ممثل بيطلع عفوا شخص بيلفق لك بروفايل وبيقول بهالبروفايل الكلام طالع نازل عن لسانك، او ببلش بقى يعمل تواصل مع ناس باسمك او بشخصيتك، او بيتبنى موقف سياسي ليس من حقه انه يتبناه عنك، حتى لو كان هذا الموقف السياسي مطابق لرأيك ليس من حقه انه يزور صفحة ويتبنى هذا الموقف السياسي باسمك. يعني هذا شيء معيب. اليوم في حالات متكررة من هالنوع، ليس معي فقط، مع كل شيء، في ممثلين في مصر وفي سوريا وفي غير، بس في ظاهرة حتى اليوم انه في ناس تلفق لقاءات، شيء مؤسف. انا عندي صفحة اللي هي www.facebook/yakhor.basim اللي هي صفحتي الرسمية، الصفحة الوحيدة والرسمية
فيها مئات آلاف، يعني ما بعرف. أنا بدخل أحيانا وبتواصل، بكتب وجهات نظر أحيانا في بعض المسائل، بحط بعض الصور، بحط بعض الأخبار، بتواصل من خلال هالصفحة. أنا أحلامي تنحصر بحقيقة، لحتى أكون صادق معك، تنحصر في عائلتي. أتمنى لابني أنه يكبر ويفهم معنى المحبة الحقيقي، يفهم أنه الحقد مسألة سيئة، وأن تكون روحه مغسولة من الأحقاد، من الضغائن، أن يكون محاط بالمحبة، وأن يعرف كيف يمنح المحبة. أتمنى لزوجتي أيام سعيدة، أتمنى أن لا تفرقني أيام القادمة عن عائلتي، وأن نكون دائما بأمان. وأتمنى لعائلتي الأكبر اللي هي سوريا أن يعني تكون فعلا تتجاوز هذه الأزمة وهذه المحنة. أتمنى أن ينتصر القانون والسلطة الشرعية في سوريا على كل هذه الدهماء اللي قدمت إلينا من دول لا يعلم بها إلا الله، من الشيشان ومن أفغانستان واليوم تقوم بالذبح وبالقتل تحت شعارات كاذبة وغير حقيقية. وأتمنى فعلا يعني أن نسير في شوارع دمشق ونحن مطمئنين في كل لحظة أنه ما رح ينزل على راسنا قذيفة هاون تقتل 20 شخص أو 30 شخص ليس لهم ذنب في أي شيء على الإطلاق يا سيدي، وليس لهم أي موقف سياسي سوى أنهم كانوا مارين بالزمان وبالمكان الخاطئ. مشاهدينا دلوقتي وصلنا لفقرة الحلقة الأخيرة وحلقتنا الأخيرة النهاردة عن مسلسل نساء لا تعرف الندم. طبعا